بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده هتكلم فيه عن قطعة مهمة جدا جدا هتوفر عليك فلوس كتير قوي. القطعة دي الفايدة منها ان انت من خلالها هتقدر تستخدم الشاحن القديم بتاعك وتحوله لتايب سي بكل بساطة. يعني الموبايلات للاسف الجديدة النهارده لما بتفتح الكرتونة ما بتلاقيش معاه الشاحن، ولكن بتلاقي معاه الوصلة بس. حتى الوصلة اللي بتيجي مع الموبايل الجديد ما بقتش بتيجي الوصلة اللي هي اليو اس بي اي العادية دي، اللي هي الجاك العادي اللي الناس كلها عارفاه، ده يو اس بي اي، لكن بقى بيجي يو اس بي تايب سي تو تايب سي، يعني هنا تايب سي وهنا تايب سي. فللاسف علشان تشغل الوصله ديت فانت محتاج يكون عندك شاحن تايب سي. في ناس كتير مش فاهمه الفكره، يعني انا كلامي هنا للناس برضو اللي هي معلومات على قدها شويه، او يعني احتكاكهم بالتقنيه او بالتكنولوجيا مش قوي. فللاسف ممكن المحل يخدعه ويقول له لا انت مضطر تشتري شاحن تايب سي، مع ان الحل بسيط جدا، ممكن يحل لك مشكله ويوفر عليك 400 او 500 او 600 جنيه، وفي شواحن بتعدي في اسعارها كمان. فانا هحل لك المشكله دي بقطعه بسيطه جدا، وهتقدر تستخدم الشاحن القديم بتاعك في البيت بكل بساطه وسهوله مع الوصله الجديده اللي جايه مع الموبايل بتاعك بكل بساطه وسهوله ان شاء الله. زي ما انت شايف كده الوصله اللي معانا النهارده، طبعا في وصلات شعبيه موجوده في السوق بتلاقي الوصله سعرها بيبدا من 10 او 20 او 30 جنيه، ولكن ما انصحكش بيها. ليه؟ لان احيانا ممكن تتسبب في مشاكل في الشحن، ممكن تتسبب ان هي مثلا تضر الشحن الاصلي بتاعك او تضر الوصله او الموبايل، فما انصحكش بيها قوي. لكن في طبعا ماركات موجوده في السوق زي الاكس سكوت مثلا، او الشركه دي اسمها يسيدو. الشركه دي ممتازه جدا، ليهم متجر الكتروني طبعا، ويب سايت تقدر تشوفهم على الانترنت، تقدر تبحث عنهم اللي هو الايسيدو.com. زي ما انت شايف كده دي بياناتهم طبعا ايسيدو.com، او تقدر تبحث عنهم على المتاجر الالكترونيه على امازون او نون او جوميا وهكذا. بيعملوا كل حاجه، اكسسوارات موبايل وكمبيوتر وكل شيء، برضو من الشركات المعتمده الممتازه جدا، وفي نفس الوقت اسعارهم اقتصاديه. طبعا انا في الفيديو ده مش بعلن لشركه معينه ولا لمنتج معين، ولكن كالعاده برضو بنقل لك التجربه بتاعتي بحيث انك ما تلفش ولا تحتار كتير. الماركه دي كويسه جدا جدا، وخامات التصنيع بتاعهم ممتازه. حتى العلبه زي ما انت شايف علبه اوريجينال كده، ولهم هنا سيريال نمبر وباركود بحيث انك تتاكد ان المنتج بتاعك اصل 100% من خلال خدش السيريال ده، وتدخل تعمل تاكيد على المنتج بتاعك بحيث انك تتاكد ان المنتج بتاعك اصل 100% على الويب سايت بتاعهم زي ما انت شايف كده. القطعه دي طبعا بتيجي يو اس بي اي ميل تو يو اس بي سي فيميل، وتقدر تستخدمها شحن لحد 18 واط ماكس اوتبوت، الاوتبوت بتاعها لحد 18 واط، وتقدر كمان تستخدمها في الترانسميشن او اللي هو نقل البيانات من والى، سواء على الكمبيوتر او على الموبايل بتاعك. وبتدعم كل الاجهزه، لان طبعا المدخل الاساسي بتاعها او المخرج الاساسي بتاعها اللي هو يو اس بي من النوع A، فتقدر تستخدمها على كل انواع الاجهزه، وهتعطلك من الجانب الثاني تايب سي. طبعا في منها لايتنينج عشان اجهزه ايفون، وفي منها بعض القطع بيكون الميل بتاعها او المدخل الاساسي بتاعها بيكون مايكرو يو اس بي او تايب سي. يعني شوف القطعه اللي انت محتاجها. انا بالنسبه لي كنت محتاج اللي هي اليو اس بي اي علشان الشاحن اللي عندي او الشواحن اللي عندي، وكمان بحيث ان انا لو بوصل الريسيفر بتاع المايك بتاعي علشان لو بعمل تسجيلات او فيديوهات او شروحات او الكلام ده، بحتاج ان انا اوصل الريسيفر بتاعي على الكمبيوتر. فكنت جايب قطعه كده عباره عن 90 درجه بتتوصل تايب سي تو تايب سي على مداخل الثاندر بولت على اللابتوب بتاعي. لكن القطعه دي الميزه فيها ان انا بستخدم مداخل اليو اس بي اي العادي، فاقدر استخدمها على هب خارجي او على اي مدخل يو اس بي سواء جهاز جديد او قديم، واوصل الريسيفر بتاع المايك بتاعي على التايب سي، واستخدم المايك عادي خالص على اي جهاز سواء جديد او قديم. فانا مش هكون مضطر هنا او مجبر ان انا اوصل الريسيفر بتاع المايك بتاعي على مدخل التايب سي اللي موجود على اللاب، لا انا اقدر استخدم اي مدخل بكل بساطه من خلال القطعه دي، واقدر استخدم اي شاحن عندي برضه من خلال القطعه دي واحوله لتايب سي حديث بكل بساطه وسهوله. بالنسبه لرقم الاصدار بتاعها، لان في منها اكتر من اصدار وفي اصدارات عاديه، الاصدار ده اللي هو جي اس 34 زي ما انت شايف كده، وده طبعا شكل العلبه، وطبعا بتدعم كل اللغات. وعندك هنا اللي هو محول يو اس بي اي الى يو اس بي سي مع شحن سريع بيوصل لحد زي ما قلت لك 18 واط، والاصدار بتاعها او الموديل بتاعها اللي هو جي اس 34، وزي ما قلت لك الاوتبوت 2 امبير 18 واط، والبورت بتاع يو اس بي 2 اللي هو التايب سي، والترانسفير سبيد او نقل البيانات بيوصل فيها لحد 480 ميجا بت بير سكند، اللي هو 480 ميجا بت في الثانيه الواحده. يعني ممتازه جدا سواء لنقل البيانات
او زي ما قلت لك لاستخدام المايكات ونقل الصوت عن طريق المايك او كمان الشحن. وده الميزه في اختيار القطع اللي هي الاوريجينال الاصليه دي، بعكس القطع اللي هي الشعبيه اللي موجوده في السوق للاسف ممكن تشتغل معاك شحن بس كفاءتها في نقل البيانات والصوت مش هتكون كويسه، او احيانا ممكن اصلا تلاقيها في نقل البيانات او الصوت مش شغاله معاك. فالافضل تشتري القطع اللي هي مشهوره من الشركات الاصليه دي. وطبعا الجسم بتاعها بيجي برضو من الخارج جزء كده الومنيوم والجزء الثاني اللي هو بلاستيك، ولكن الجزء الاساسي فيها بيكون الومنيوم. وحاطط لك هنا طبعا العنوان بتاعهم في الصين والويب سايت والبريد الالكتروني بتاع الادمن بتاع يسيدو والكلام ده كله. فالصراحه علبه احترافيه كده ومنتج كويس جدا. تعالى كده نفتح العلبه ونشوف شكل القطعه عامل ازاي. زي ما انت شايف كده ده شكل القطعه من الداخل. بتيجي هنا زي ما حضرتك شايف كده تصميمها شيك قوي، تحسها زي الفلاشه كده تمام. وعندك هنا شعار يسيدو مطبوع او محفور بالليزر كده في الجزء اللي هو البلاستيك اللي تحت ده، والجزء اللي فوق ده طبعا من الالومنيوم، ومدخل اليو اس بي اي زي ما انت شايف. وعندك هنا بقى المدخل الفيميل بيجي طبعا من النوع اللي هو تايب سي زي ما حضرتك شايف. كل حاجه معموله بعنايه كده. وعندك هنا الحته اللي هي بتاعه التعليق ديت والدلاله اللي بتيجي معاها دي، شغل احترافي وممتاز جدا. فزي ما قلت لك القطعه دي الميزه فيها ان انت هتقدر تستخدم بقى الشاحن بتاعك القديم ده بكل بساطه وسهوله زي ما انت شايف. زي ما حضرتك شايف كده انا حولت الشاحن بتاعي لتايب سي. لو جبت على سبيل المثال وصله زي اللي معايا دي، الوصله دي لوحدها ثمنها 200 جنيه. دي وصله جي سوكس طبعا، كنت عامل عنها مراجعه، ربما تكون نزلت قبل الفيديو ده او بعده على حسب توقيت او جدول الفيديوهات على القناه. ولكن زي ما انت شايف الوصله دي وصله ما شاء الله بتشحن معايا لحد 100 واط، وتقريبا طولها مترين وشويه. بس زي ما انت شايف المدخلين بتوعها تايب سي تو تايب سي، وطبعا نظام شرايح وكده بحيث ان هي تشحن معايا لحد 100 واط. فطبعا دي وصله احترافيه من شركه جي سوكس برضو من الشركات الكويسه جدا في السوق، فحبيت ان انا استخدمها. فللاسف الشاحن اللي عندي شاحن عادي، فمش هروح اشتري شاحن اوريجينال ثمنه 600 او 700 جنيه النهارده ايا كان، او ايا كان من الشركه بتاعته، ايا كانت الشركه اللي انا هشتري منها سواء يو جرين انكر سامسونج ايا كان. فعلشان اوفر على نفسي معايا راس اصليه زي دي مثلا، اشتريت القطعه دي بكل بساطه، وهحول الشاحن بتاعي لتايب سي زي ما انت شايف. هركب هنا الجاك، اصبح معايا شاحن تايب سي بكل بساطه وسهوله زي ما حضرتك شايف كده. فهي دي الفكره كلها، يعني الموضوع بسيط قوي، ولكن حبيت برضو افيدك علشان اوفر عليك وقت وفلوس. طيب القطعه دي ثمنها كام؟ القطعه ديت ممكن تلاقيها في بعض المحلات يعني سعرها ما بين 100 ل 150 جنيه على حسب برضو المكان اللي بتشتري منه. طيب انا اشتريتها بكام؟ انا فضلت ابحث شويه على اغلب المتاجر الالكترونيه في مصر، شويه جوميا على نون على امازون، فالاسعار كانت متفاوته، لكن سعرها كان على امازون تقريبا حاجه زي 150 جنيه تقريبا. فدخلت على نون، فكان العرض اللي موجود علشان شهر رمضان سعرها 94 جنيه شامله الشحن، والدفع عند الاستلام تقريبا 9 جنيه على نون. فالليله كلها حاجه زي 100 او 105 جنيه بالظبط. ده السعر بالظبط اللي انا اشتريت بيه، لكن سعرها وقت العرض كان 94 جنيه. لو لقيتها في المحلات ممكن تلاقي سعرها اقل او يمكن ازيد، ما اعرفش الصراحه، ولكن ده متوسط سعرها في السوق. وصله احترافيه ومن شركه زي سيدو ديت، وزي ما انت شايف كده جودتها كويسه قوي، وحلت معايا ازمه الصراحه فيما يتعلق بجانب الشحن وكمان جانب نقل الداتا والبيانات للاجهزه والتسجيل على الاجهزه والكلام ده. فهي دي الفكره كلها. ما تنسانيش من خلص الدعوات، وطبعا في النهايه مش اكد عليك لو لسه جديد معايا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب الاشتراك في القناه ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول ان شاء الله. هتلاقي كمان رابط الموضوع الخاص بالفيديو ده موجود في الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو، علشان الناس اللي عندها الانترنت بطيء او مش قادر ان هو يشوف الفيديو يقدر يشوف الموضوع ويقرأه على موقعنا الإلكتروني بكل بساطة وسهولة إن شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا التانية سؤال وجواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها أول بأول بإذن الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهاية كالعادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.